حبايبي الحلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. وصفتنا النهاردة وصفة هتتعمل بكل سهولة وفي وقت قليل هتكون خلصانة. هنعمل النهاردة كفتة بصوص تحفة، حاجة كده طعمها حتوتة. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. في البداية هنحتاج لحمة مفرومة ننزل عليها ببصرة مفرومة ناعم، و3 معالق كبار بقدونس مفروم، ومعلقة صغيرة ملح، ونص معلقة فلفل اسود، وقرفة وكبابة صيني وكزبرة ناشفة، ونص معلقة بيكنج باودر. نعجن بقى الكفتة كويس قوي، وبعدين نبدأ نشكلها كور زي دي بالظبط. نخلص كل الكمية بقى. نجيب قلاية ننزل بمعلقة زيت زيتون او اي نوع زيت انتوا بتستخدموه، يسخن وننزل بكرات الكفتة. نسيبها بقى على كل جهة 5 دقايق مع التقليب المستمر. شايفين الجمال ده؟ نطلع بقى الكفتة بتاعتنا في طبق، وفي نفس القلاية ننزل ببصلة كبيرة مفرومة ناعم وفصين توم مفرومين، نقلبهم دقيقتين، وبعدين ننزل عليهم بفلفل اخضر ونقلب. وبعد كده ننزل ب3 حبات طماطم مبشورين، ومعلقة كبيرة صلصة طماطم، ومعلقة كبيرة دبس رمان. نظبط بقى البهارات، معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة فلفل اسود، وزعتر، وبابريكا مدخنة، وكبابة صيني. نقلبهم بقى مع بعض، ونضيف كوب مية، ونغطي على الصوص ده، ونسيبه على نار هادية لحد ما يتسبك معانا. بعد ما يتسبك وبقى تحفة، ننزل بقى بكرات الكفتة نقلبهم سوا، ونغطي عليهم ونسيبهم 10 دقايق على نار هادية. وهناكل أطعم كفتة مسبكة بصوص طعمها. ده شكل الكفتة الخطير بعد ما خلصت. بجد مش هقدر اوصف لكم ريحتها وطعمها كان عامل ازاي. حاجة كده خرافة، ما اخدتش وقت خالص، في اقل من نص ساعة كانت خلصانة. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، ويلا لايك وشير للبوست، وبألف هنا وشفا مقدما على قلوبكم.